في 24 فبراير 2022 شنت روسيا ما وصفه الرئيس فلاديمير بوتين بأنه عملية عسكرية خاصة. الهدف كان بسيط: الاستيلاء على كييف بسرعة وإجبار أوكرانيا على الاستسلام في غضون أيام، لكن ده ما حصلش. دي كانت بداية الغزو ساعة بساعة، وإزاي خطة بوتين والجيش الروسي انهارت تقريبا على طول. اليوم الأول، الساعة 2 تماما بتوقيت كييف المحلي. محطات CIA الأمريكية اللي مستخبية في ملاجئ تحت الأرض قرب حدود بيلاروسيا وروسيا وبتشتغل بالتنسيق مع المخابرات الأوكرانية بدأت تلاحظ زيادة كبيرة في نشاط الاتصالات اللاسلكية والخلوية الروسية. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أعلن بشكل مفاجئ قدام الناس إن روسيا هتغزو أوكرانيا. المسألة ما بقتش هل هيحصل ولا لأ، لكن إمتى. في أوكرانيا وحدات الدفاع الإقليمي اتعبأت بالفعل، مع إنه كتير بينتقدوا تأخير في تفعيلها. في الأسبوع اللي فات الساعة 3 الصبح الولايات المتحدة حذرت الأمم المتحدة إن الغزو الروسي لأوكرانيا وشيك. في كييف القوات الخاصة الروسية اتكشفت وتهاجمت من المدنيين والشرطة والعسكريين. في كييف والقوات الخاصة الروسية اتعرضت لخسائر كبيرة واضطرت في الغالب تتخلى عن مهامها. الساعة 4:00 تم الإبلاغ عن انفجارات على طول الحدود مع بيلاروسيا وفي شرق أوكرانيا. الاستخبارات الأمريكية عبر الأقمار الصناعية والمصادر البشرية أكدت الاستعدادات لهجوم جوي ضخم جاي من مطارات بيلاروسيا وروسيا. المؤشرات بتقول إن الروس هيحاولوا يستولوا على المطارات الرئيسية خارج كييف بقوات اقتحام بالمروحيات، وبعدين هيبدأوا بسرعة ينقلوا تعزيزات باستخدام النقل الجوي التقليدي. الساعة 5:00 في شمال غرب البحر الأسود روسيا أعلنت حظراً كاملاً على حركة الملاحة البحرية. الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل البحري والمائي الداخلي أعلنت بعد كده تعليق كل حركة الملاحة في بحر أزوف بسبب العمليات المضادة للإرهاب اللي بيقوم بها أسطول البحر الأسود. فلاديمير بوتين ظهر بعد كده على التلفزيون الوطني وأعلن بداية عملية عسكرية في أوكرانيا. أنا قررت تنفيذ عملية عسكرية خاصة. وأثناء ما بوتين كان بيخاطب الشعب الروسي بدأت القوات الروسية التقليدية تتحرك عبر الحدود البيلاروسية الأوكرانية والحدود الروسية الأوكرانية. القوات الأوكرانية ما واجهتش معظم التوغلات دي وفضلت تستغل التضاريس وتجهز كمان للأرتال اللي بتتقدم ببطء. الاستراتيجية دي شكلها نجحت، لأنه في مكان ما في شمال أوكرانيا جندي من قوات الدفاع الإقليمي بيصوب سلاحه على هليكوبتر روسية متسللة. ستينجر الأمريكي بيستخدم وحدة البطارية والتبريد وغاز الأرجون المضغوط عشان يبرد جهاز التتبع لدرجات حرارة منخفضة جدا، وده بيخلي البصمة الحرارية للهليكوبتر تبان في السماء الباردة زي الشمس المولعة. الصاروخ بعد كده بيستخدم حساسات الأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية عشان يثبت على هدفه. الهليكوبتر الهجومي الروسي K-52 بيطلق شعلات تلقائيا أول ما يكتشفوا أنه بقى تحت التتبع، لكن باحث الصاروخ ما تخدعش واصطدم بمجموعة ريش الدوار العلوية، وده خلى الهليكوبتر يلف وينزل على الأرض. وفي نفس الوقت وحدات الحرب الإلكترونية الروسية بتبدأ حملة شاملة ضد القدرات الأوكرانية. رادارات الدفاع الجوي اتأثرت بشكل كبير، وكمان الاتصالات اللاسلكية، وصواريخ كروز من نوع كاليبر بتضرب مواقع الدفاع الجوي اللي تم إخلاءها قبلها ب24 ساعة بس، وده لأن المدافعين الأوكرانيين بيتحركوا باستمرار عشان يتجنبوا الاستهداف. في الأيام اللي سبقت الحرب حملة الحرب الإلكترونية الروسية كانت فعالة جدا وسببت شلل في قدرة أوكرانيا على تنسيق ردها بشكل فعال. الهجمات الصاروخية والجوية على أبراج شبكات المحمول بتبدأ وحتستمر خلال 48 ساعة الجايين، لكن النجاح ده اتحول بسرعة لضرر تسببوا فيه بنفسهم. عناصر الاستخبارات الروسية اللي اخترقوا الريف الأوكراني قبل الغزو بأيام وحتى بأسابيع اكتشفوا إنهم مش قادرين يتواصلوا مع القيادات العليا. كانوا بيعتمدوا على شبكات المحمول الأوكرانية في الاتصالات، والشبكات دي الجيش الروسي بيقوم بتدميرها بشكل ممنهج. نقص التنسيق والتخطيط بين جوانب الجيش الروسي والاستخبارات هيؤدي لفشل في استغلال المزايا الحاسمة في الأيام الجاية، وكمان تخريب متعمد للأهداف التكتيكية الروسية قبل الحرب. وفي الوقت ده الصواريخ الروسية بتبدأ تضرب كييف وخاركيف ومواقع الدفاع في أوديسا. 05:20 الهجمات الجوية والصاروخية الروسية بتضرب المطارات حوالين خاركيف وأهداف عسكرية في كراماتورسك وسلوفيانسك. 05:30
الأحكام العرفية بتدخل حيز التنفيذ في كل البلاد بمرسوم من الرئيس زيلينسكي. 0600 صواريخ كاليبر الروسية بتستهدف مطار هوستوميل وقاعدة الحرس الوطني القريبة، لكن الضربات كانت إلى حد كبير غير فعالة. 0616 انفجارات عنيفة بتهز مطار بوريسبيل وبتستهدف البنية التحتية العسكرية والطائرات والملاجئ وطائرات الشحن المدنية. ومع تأكيد وصول وحدات الهجوم الجوي الروسية، المدافعين الأوكرانيين بيتحولوا للدفاع عن المطارات، لكن الاستجابة بطيئة بسبب الارتباك العام والتشويش الإلكتروني الروسي على شبكات الاتصالات. 0634 وزير الخارجية الأوكراني أعلن بشكل رسمي إن القوات الروسية غزت أوكرانيا من الشمال والشرق. في البحر الأسود سرب صغير من السفن الروسية بيتجه ناحية جزيرة زيميني الاستراتيجية والمعروفة كمان باسم جزيرة الأفاعي. 0700 الطراد الصاروخي الروسي موسكفا وسفينة الدورية فاسيلي بايكوف بيقودوا القوة البرمائية اللي بتستهدف جزيرة الأفاعي. الجزيرة دي مهمة استراتيجيا للسيطرة على الأجزاء الشمالية الغربية من البحر الأسود، وكمان بتعتبر مدخل لأوديسا الميناء التجاري الحيوي لأوكرانيا اللي بيسمح لها توصل للأسواق العالمية. على الجزيرة فرقة من 13 جندي حرسوا حدود أوكرانية اتأمروا بالاستسلام من قبل القوة الروسية. الرد اللاسلكي الشهير اتلقط وتكرر في كل أنحاء البلد والعالم: يا سفينة حربية روسية روحت ناكي. السفن الروسية بدأت تقصف الجزيرة في نفس الوقت اللي قوة صغيرة من مشاة البحرية الروسية بتنزل وتهجم. عدد من الجنود الأوكرانيين ومنهم اللي بعتوا الرسالة اللاسلكية الشهيرة للمقاومة نجوا من الهجوم واتخذوا أسرى. هيتم الإفراج عنهم بعد كده ضمن تبادل الأسرى. ورسالتهم المتحدية اترددت في مظاهرات مؤيدة لأوكرانيا حوالين العالم. وبرضه حوالي الساعة 7 الصبح هجوم روسي ضخم بيبدأ يتقدم ناحية خاركيف خارج من بلغورود. الهجوم الرئيسي موجه ناحية خاركيف، وفي هجوم تاني موجه ناحية فوفشانسك مع خطط للاستمرار لتويف. الساعة 9:30 صباحا الضربات الجوية الروسية بتستهدف المطارات الأوكرانية، وده بيخلي من الصعب على السلاح الجوي الأوكراني يطلع يدافع ضد التوغلات الروسية. ضربات جوية وصاروخية أكثر تستهدف مراكز القيادة الأوكرانية في محاولة لشل الجيش الأوكراني. روسيا بتقلد استراتيجية أمريكا في غزو العراق في المرتين، لكن بسبب نقص التنسيق والإمكانيات والتدريب الاستراتيجية الروسية مش فعالة بشكل كامل. سلاح الجو الأوكراني هيقدر يصمد النهاردة ويتجمع علشان يصد طائرات الهجوم الروسية بعيد عن قلب أوكرانيا. القوات الجوفضائية الروسية بتواجه مقاومة أقوى من المتوقع. حملة الصواريخ ضد الدفاعات الأرضية الأوكرانية كانت غير فعالة بشكل كبير لأنهم نقلوا مواقعهم من أماكنهم اللي كانوا فيها اليوم اللي قبله. نقص قدرات تقييم الأضرار بعد الضربات معناه أن روسيا ممكن تاخد أيام أو حتى أسبوع أو أكتر علشان تتأكد إذا كانت الضربة نجحت ولا لا، وفي الوقت ده الهدف بيكون يا إما محمي بشكل كبير أو مش موجود في مكانه الأخير. وده بالمقارنة مع قدرة القوات الجوية الأمريكية اللي بتاخد في المتوسط من 15 إلى 30 دقيقة. بعض الناس جوا قوات الدفاع الجوي والفضائي الروسية VVKO عندهم شكوك في قدرتهم على تنفيذ حملة جوية زي اللي بتعملها أمريكا. التقارير العامة بتختلف، بس ممكن يكون لحد 4 طائرات هجومية اتسقطوا على إيد المدافعين الأوكرانيين في الساعات الأولى من الحرب. كمان الحرب الإلكترونية بتاعت روسيا كانت فعلا فعالة زيادة على اللزوم، وهم مستعجلين يشوشوا على إشارات أوكرانيا، نسوا ينسقوا الترددات بتاعتهم هم نفسهم. من غير التنسيق ده وحدات التشويش الروسية عميت عن طريق الخطأ أجهزة الراديو والرادار بتاعتهم، وده فعليا خلى ميزة كانوا بيحاولوا يكسبوها تبوظ عليهم. 0930 قوة الإنزال الجوي الروسية اللي كانت بتستهدف مطار هوستوميل أقلعت من مطار فيدبولشويبوكوف في بيلاروسيا. الهجوم ده بيضم مظليين من اللواء 31 حرس الإنزال الجوي ولواء 45 حرس سبتسناز، وبيقولوا كمان في عناصر من اللواء 11 حرس الإنزال الجوي. طائرات MI-8 بتنقل ما بين 200 و 300 جندي، والحماية بتكون عن طريق هليكوبترات هجومية من نوع KA-52 و MI-24. 10:30 قوات الإنزال الجوي في هوستوميل بتتعرض لهجوم بأسلحة خفيفة وصواريخ ستينجر الأمريكية. كتير منهم اتصابوا وبعضهم اتضرر لدرجة إنه اضطر يرجع أو يهبط، وعدد غير معروف منها اتسقط. 10:45 5 طيارات ميج 29
من اللواء الأربعين للطيران التكتيكي الأوكراني اعترضوا قوات الإنزال الجوي في هوستوميل. المقاتلات الروسية بتوفر غطاء جوي للمروحيات، لكن عندهم صعوبة في رصد الأوكرانيين إلا لما يقربوا، عشان الأوكرانيين بيطيروا على ارتفاع منخفض، وده بيخلي فيه تشويش على الرادار من الأرض. الأوكرانيين قدروا يدمروا 2 من المروحيات ووجهوا نيران إزعاج على المقاتلات الهجومية اللي كانت المفروض تدعم الهجوم. اضطرت تنسحب. مفيش أي طائرات أوكرانية سقطت أثناء انسحابهم. 1100 القوة الرئيسية للهجوم الجوي قدرت توصل بنجاح لمطار هوستوميل اللي في شمال غرب كييف. الدفاع الجوي بتاع المدينة اتأثر بشكل كبير بسبب حملة الحرب الإلكترونية والضربات الصاروخية، واضطروا ينقلوا مواقعهم. لكن عدد من مقاتلات الهجوم الأرضي اللي كانت القوة المهاجمة معتمدة عليهم اضطرت تنسحب بسبب هجوم من المقاتلات الأوكرانية. الهجوم بالمروحيات قرب من غير ما حد ياخد باله بسبب الغيوم الكثيفة والمنخفضة، والتحذير الوحيد للجنود المدافعين كان صوت ريش المروحيات. قبل عمليات الإنزال، مروحيات KA-52 و124 بدأت هجمات صاروخية على مواقع الدفاع الأوكرانية. بعد شهور هيتكشف أن موظف في مطار أوكراني كان بلغ المخابرات الروسية بمواقع المدافعين الأوكرانيين بالضبط. رغم كده الهجوم الصاروخي ما قدرش يسبب ضرر كبير للمدافعين. في خاركيف الروس حاولوا يعملوا هجوم خاطف على المدينة. قوات الاستطلاع والدروع الخفيفة الروسية اخترقت أطراف خاركيف، لكن تعرضوا لكمين من القوات النظامية الأوكرانية وقوات الدفاع الإقليمي. المدافعين شنوا هجمات بهدف تفتيت أرتال العدو، وده علشان يمنعوا الروس من تجميع قواتهم وتركيز قوتهم النارية. الهجمات المضادة نجحت بشكل كبير، وخطة روسيا للسيطرة على خاركيف في اليوم الأول فشلت. ده حيكون له تأثير استراتيجي ضخم على الجبهة الشرقية، وحيزود بشكل كبير عدد الخسائر اللي تتعرض لها روسيا في محاولتها للسيطرة على الشرق. 2110 قوة الهجوم بالمروحيات اللي بتستهدف هوستوميل بدأت تهبط. في البداية واجهوا نيران متقطعة من المدافعين الأوكرانيين، واللي أغلبهم مجندين مش مجهزين كويس وما عندهمش خبرة قتالية قبل كده. وبالمقارنة الهجوم الروسي بيتنفذ عن طريق بعض من الوحدات العسكرية القليلة جوه الجيش الروسي اللي بتتلقى تدريب منتظم وشامل. الإنزال الأولاني كان فيه مقاومة بسيطة، لكن بسرعة قابلوا مقاومة أشد وأقوى، والموضوع ما تسهلش عليهم بسبب أنهم نزلوا في الحقول ومدارج المطار، وده خلاهم مكشوفين جدا لنيران الدفاع. ولزيادة الطين بلة، الهجوم البري اللي المظليين كانوا معتمدين عليه ما كانش فعال قوي في قمع دفاعات المطار. المدافعين اتجمعوا من تاني والمقاومة بقت أقوى بكتير، وده أدى لخسائر كبيرة وسط المظليين المهاجمين. الساعة 12:00 مظليين روس إضافيين نزلوا بنجاح، وده سمح لهم ينتشروا في مساحة أوسع من المطار. المدافعين الأوكرانيين بدأوا يخلص معهم الذخيرة واضطروا ينسحبوا بعد ما تم القبض على آخر مجموعة من المدافعين في القطاع الشمالي من المطار. الهجوم نجح. سرب من 18 طيارة نقل إليوشن ال-76 حصل على إذن يكمل طريقه للمطار اللي تم الاستيلاء عليه دلوقتي. الطائرات الكبيرة دي شايلة مئات الجنود والمركبات الثقيلة بما فيها الدبابات. الخطة الروسية هي إنشاء جسر جوي لقلب أوكرانيا والانطلاق من المطار للسيطرة على كييف بعد ما يتقابلوا مع القوة اللي جاية من بيلاروسيا من الشمال. الخطة دي طموحة جدا من الناحية الاستراتيجية، ولو نجحت هتنهي الحرب في خلال 72 ساعة، الساعة 12:30. في الشرق القوات الروسية ووكلائهم في دونباس بيتحركوا غربا خارج دونيتسك ولوهانسك. هدفهم هو اختراق خنادق الأوكرانيين وتأمين طريق يوصلهم لقلب البلد. لكن هنا بيواجهوا أكثر المدافعين الأوكرانيين خبرة اللي في صراع مستمر من وقت غزو 2014. خطوط الخنادق الدفاعية الأوكرانية بتصد هجمات كتير، وبتثبت إنها أصعب بكتير في الاختراق من اللي خططين الجيش الروسي كانوا متوقعينه بثقة زايدة. لحد دلوقتي قوات أوكرانيا كانت بتواجه في الغالب انفصاليين دونباس غير نظاميين ومجموعات صغيرة من القوات الخاصة الروسية. كان متوقع أن القوة الكاملة للآلة الحربية الروسية تقدر تسحق المدافعين دول تحت جنازير آلاف العربيات المدرعة. لكن المخططين الأوكرانيين اللي كانوا بيفكروا لقدام ضمنوا أن دفاعاتهم كفاية عشان يواجهوا هجوم مدرع ضخم، ومساعدة الأسلحة المضادة للدبابات اللي جات من الغرب قدروا يتسببوا في خسائر كارثية للعربيات الروسية. الساعة 1 ظهرا المدنيين بدأوا يخلوا من شمال وشرق أوكرانيا وهربوا من الجيوش الروسية اللي بتتقدم.
ده بيصعب الأمور اللوجستية على الجيش الأوكراني اللي لازم يتعامل مع الطرق اللي مليانة بالمدنيين الهاربين. الساعة 13 عصرا القوات الروسية اشتبكت مع المدافعين الأوكرانيين جوه منطقة تشيرنوبل المحظورة. الساعة 4 عصرا القوات الروسية في مطار هوستوميل اتعرضت لهجمات متقطعة من الجيش الأوكراني ومدنيين مسلحين. تم إرسال الفوج الثالث للمهام الخاصة بسرعة لشمال كييف وبيجهزوا لهجوم مضاد. انضم ليهم اللواء الميكانيكي الثاني والسبعون وبدأوا هجوم عشان يطهروا الروس قبل ما طيارات الشحن تهبط. وقبل ساعات من وصول قوة روسية كبيرة، الجنرال فاليري زالوغني أمر المدفعية الأوكرانية تقصف المطارات. القصف أدى للمظليين الروس فرصة يلتقطوا أنفسهم من نيران المدفعية الشديدة، لكن دلوقتي بقى بيهدد يفشل العملية كلها. ومع تدمير المدفعية الأوكرانية للمدرجات، الطيارات الروسية مش هتلاقي مدرج تهبط عليه. كان المفروض الطيارات الهجومية توفر غطاء ناري وتدور على المدفعية الأوكرانية وتدمرها، لكن الطيارات المقاتلة الأوكرانية قدرت تنجو من الهجوم الروسي المفاجئ في البداية، ولسه بتتضايق أو بتعترض الطيارات الروسية بنجاح. في حاجتين بقوا واضحين أكتر وأكتر. الجسر الجوي الروسي بقى مستحيل تقريبا بسبب سوء حالة المدارج وقلة الدعم. الطيارات بقت مخصصة لمهمة توفير الدعم الجوي للمظليين اللي على الأرض. الاثنين استنتاجات صحيحة، لكن جوهر المشكلة هو نقص الإمكانيات عند القوات الجوية الفضائية الروسية. زي ما الحرب هتثبت بعدين، الطيارات الروسية مش مناسبة قوي لمهام الهجوم الأرضي، وفي عدد قليل بس منهم مجهز صح للمهمة دي. وكمان الطيارين الروس مش متدربين كويس، والجيش الروسي بشكل عام مش قادر ينفذ عمليات الأسلحة المشتركة قدام مقاومة قوية. الساعة 5:30 مساء القوات الروسية استولت على منطقة تشيرنوبل المحظورة. اتمروا أنهم يحفروا في الأرض المشعة، وكتير منهم اتنقلوا بعدين لبيلاروسيا بسبب مرض الإشعاع نتيجة السرية الروسية. مش معروف كم واحد من الأفراد اتعرض لمستويات خطيرة من الإشعاع، لكن أغلب المواقع دي اتسابوا بعدين. الساعة 5:30 مساء روسيا فرضت حظر على حركة السفن على سواحل أوكرانيا. الساعة 6 مساء القافلة الروسية اللي جاية من بيلاروسيا ورايحة ناحية كييف بتواجه مقاومة متقطعة لكنها فعالة. القوات الأوكرانية بتستغل التضاريس علشان تعمل كمائن للعربيات الروسية، وده بيعمل زحمة وبيبطئ حركة القافلة. الخسائر الروسية بدأت تزيد مع زيادة الضغط على القافلة علشان تكمل طريقها ناحية كييف. رغم الصعوبات، مجموعة صغيرة من العربيات المدرعة قدرت تنفصل وتتحرك بسرعة علشان تدعم القوات المظليين الروس في مطار هوستوميل، بس لسه مش هيوصلوا قبل كم ساعة. 2900 تحت هجوم من القوات الأوكرانية، المظليين الروس اتعرضوا لخسائر كبيرة. الروس دلوقتي بيواجهوا مشكلتين كبار. أول واحدة إن الدعم الجوي المتوقع مش جاي بالعدد الكافي عشان يمنع الهجوم المضاد الأوكراني. ده بسبب فشل استخباراتي من الروس قبل الحرب اللي ما قدروش يرسموا خريطة كاملة لقوة الدفاعات الأوكرانية الحقيقية حوالين منطقة كييف، وعشان كده قدروا إن المقاومة هتكون ضعيفة وما خصصوش عدد كافي من الأفراد والدعم الجوي للمهمة. المشكلة الثانية اللي بيواجهها الروس هي إن كمية كبيرة من معدات الدعم اتسابوا وراهم وفي العلن بسبب المقاومة الشديدة اللي ما كانوش متوقعينها. الذخيرة والأكل والأسلحة الثقيلة وحاجات تانية كتير بيتم تدميرها بشكل ممنهج بواسطة المدفعية الأوكرانية، واللي كان المفروض يتم إسكاتها عن طريق الهجمات الجوية. الساعة 2000 الهجمات المضادة الأوكرانية نجحت في طرد المظليين الروس من مطار هوستوميل. الساعة 2200 الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أعلنوا عن أول جولة من العقوبات ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا. العقوبات كانت صارمة بشكل غير متوقع. روسيا كانت معتمدة على نفس التهاون الغربي اللي ظهر أثناء غزو القرم سنة 2014. ولزيادة الطين بلة، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان معتمد على نصر سريع علشان يتجنب نظام عقوبات جدي. وبعد الانتكاسة في مطار هوستوميل ده بقى مستبعد أكتر وأكتر. 2300 روسيا أوقفت كل حركة الشحن التجاري في بحر أزوف من غير أي مقاومة بحرية أوكرانية، والبحرية الروسية هي الفرع الوحيد من الجيش الروسي اللي حقق التوقعات اللي كانت قبل الحرب. في نهاية اليوم الأول روسيا فتحت حربا على كل الجبهات: قصف صاروخي، تشويش إلكتروني، ضغط بحري، هجمات برية وحتى تخريب. لكنهم فشلوا في تحقيق هدف أساسي في اليوم الأول، وهو تأمين قاعدة جوية صالحة للاستخدام في منطقة كييف.
وكمان ما قدروش يقضوا على الحكومة الأوكرانية أو يسببوا انهيار داخلي. مع دخول اليوم التالي روسيا عارفة إنها محتاجة تسيطر على مطار لفترة كافية علشان تقدر تنقل تعزيزات ثقيلة وتدفع الأرتال المتجهة إلى كييف للأمام قبل ما اللوجستيات والكمائن تجمدهم في مكانهم. وأوكرانيا لازم تفضل تمنحهم من استخدام المطارات دي وتخلي الطرق خطيرة بالكمائن والكبار المفجرة وتحافظ على القيادة والسيطرة لفترة كافية لحد ما التعبئة والدعم الخارجي يبدأوا يتضاعفوا. كلمة بس قبل ما نبدأ، اليوم الثاني من الغزو ده قناتنا الجديدة اللي هنعمل فيها تحليلات معمقة عن اللي حصل فعلا في ساحة المعارك في كل أنواع الصراعات، مش بس روسيا وأوكرانيا. لو عجبك الفيديو ده اضغط لايك واشترك في القناة وسيب لنا تعليق تحب نغطي أي ساحات معارك في الحلقة الجاية من الساعة 0 لحد 6 صباحا. القوافل اللي جاية من بيلاروسيا مكملة طريقها ناحية كييف طول الليل، بس بتتحرك أبطأ بكتير من المتوقع. المشاكل اللوجستية بدأت تظهر لما بقى واضح إن كمية كبيرة من البنزين اللي كانت متخزنة للهجوم على كييف اتسحبت واتباع من الجنود الروس للمدنيين البيلاروس مقابل كحول وسجاير وأكل في الأيام اللي قبل الغزو. وده كمان بيبين مشكلة عامة في الاستعداد. قادة الوحدات الروسية مش مستعدين تكتيكيا للعمليات القتالية ومخدوش تحضير أو استعداد للهجوم غير لما كان بدأ فعلا. النقص الحاد في صف الضباط في الجيش الروسي مش بس بيخلي مشاكل القيادة والسيطرة أسوأ. من غير صف ضباط محترفين في فجوة كبيرة بين الضباط الروس والجنود الأدنى رتبة اللي غالبا بيتسابوا بيعتمدوا على نفسهم أو بينفذوا أوامر مش فاهمينها كويس. والنتيجة النهائية إنه الهجوم على كييف بقى بطيء جدا زي السلحفة، والجيش الروسي بيعاني بسبب ضعف الإمدادات وسوء الانضباط والتخطيط والتدريب. قوات العمليات الخاصة الأوكرانية بتشن هجمات قوية على قوافل الروس وبتنشر الخوف والارتباك في صفوف القوات المهاجمة. الروس كانوا متوقعين أنهم يستقبلوا كمحررين، لكنهم بدل كده بيواجهوا عدد كبير من المقاومين اللي كمان بيشاركوا في هجمات المضايقة. قبل الغزو الحكومة الأوكرانية وزعت كميات ضخمة من الأسلحة النارية على السكان المحليين في كل أنحاء البلد. في الشرق المدفعية الروسية بتقصف خاركيف بشكل عنيف وبتستهدف البنية التحتية العسكرية والمدنية بدون تمييز. في محاولة لكسر المدافعين القوات الروسية المدرعة شنت هجمات تانية على المدينة الحصينة من الصبح لحد بعد الظهر. في هوستوميل المظليين الروس اتجمعوا مع عناصر من قوات الهجوم البري اللي جاية من بيلاروسيا وبدأوا هجوم على المطار. بس العربيات المدرعة الروسية تعرضت لهجوم من القوات الأوكرانية، وده أدى لتدمير عدة أرتال من المدرعات وعربات قتال المشاة. اللي قدروا ينجوا من الكمائن انضموا لقوة هجوم جوي تانية وقدروا يقتحموا مطار هوستوميل بنجاح، وده أجبر القوات الأوكرانية على الانسحاب مرة تانية. الروس خصصوا حوالي 200 هليكوبتر للهجوم الجديد، لكن برضو واجهوا فعالية محدودة بسبب ضعف المعلومات الاستخباراتية وكمان التضاريس العمرانية الكثيفة ودفاعات الجو الأوكرانية. المقاتلات الروسية شنت هجوم على كييف وضربت في الغالب البنية التحتية المدنية وما سببتش ضرر كبير لدفاعاتها. طائرة أوكرانية من نوع أسيو 27 اضطربت واتسقطت أثناء محاولة صد المهاجمين. المقاتلات الأوكرانية أغلبها مجهزة برادارات وصواريخ أقدم بالجيل كامل من اللي مع الروس، وده بيخليهم في وضع ضعيف جدا في القتال الجوي. على الأرض متسللين روس لابسين زي أوكراني دخلوا أوبولون في شمال كييف. هدفهم هو السيطرة على المبنى اللي فيه البرلمان الأوكراني، لكنهم اتكشفوا بسرعة وتم القضاء عليهم على يد القوات الأوكرانية. الميليشيات الأوكرانية منظمة في مختلف أنحاء منطقة كييف وبتشارك بشكل فعال في الدفاع ضد الهجمات الروسية. المتطوعين المدنيين بيجهزوا آلاف زجاجات المولوتوف استعدادا لأي اختراق روسي لدفاعات المدينة. حسب المخابرات الأوكرانية فيه متعاطفين جوا جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اللي كانوا ضد الغزو سربوا معلومات عن وحدة خاصة من قوات كاديروف كانت بتتحرك ناحية أطراف هوستوميل. الرتل اللي بيقولوا إنهم قوات نخبة تابعة للزعيم الشيشاني رمضان كاديروف بيتكون من حوالي 1500 مقاتل ومعدات ثقيلة. اغتيال الرئيس الأوكراني زيلينسكي في خاركيف. قوات المشاة الخفيفة الروسية وبعض العربيات الداعمة قدروا يتسللوا بنجاح لأطراف المدينة. الجنود اتلخبطوا لما قابلتهم جموع من المدنيين الغاضبين، كانوا متقالهم إنهم هيتستقبلوا بالورود كمحررين. احتجاجات المدنيين قدرت تبطأ بشكل كبير مواكب الروس،
وده ادى فرصة للمدافعين الأوكرانيين يعيدوا تنظيم نفسهم ويشنوا هجمات مضادة على أطراف المدينة. قدروا يوقفوا التوغل في خاركيف بحلول المساء. القوات الروسية استعادوا مطار هوستوميل، ودلوقتي ماسكين نقاط التفتيش الأمنية في شمال هوستوميل. بس الممرات هناك اتضررت جامد جدا من المدفعية الأوكرانية والمهندسين العسكريين، ومش آمنة عشان تستقبل طيارات الشحن. الهجوم الجوي الروسي فشل في تحقيق كل أهدافه. على محور دونباس، القوات الروسية بتحقق تقدم تدريجي على محاور أفديفكا، هورليفكا وبوبازنا. المقاومة أقوى من المتوقع ومنظمة بشكل أفضل مما كانوا مخططين لها. المخططين العسكريين الروس كانوا متوقعين يكونوا متقدمين أكثر من 100 كيلومتر جوا أوكرانيا في الوقت ده، وما استعدوش كويس لحملة طويلة ومرهقة. رغم العقبات دي، القوات الروسية في الجنوب بدأت تلتحم مع اللي في الجنوب الشرقي. هجوم كبير ضد مدينة ماريوبول اللي لها أهمية استراتيجية بدأ يتشكل. الحكومة الأوكرانية اعترفت علنا بخطر إن ماريوبول تتعزل بسبب الهجوم الروسي اللي بيتقدم. مع حلول الليل بقى واضح أكتر إن الخونة الأوكرانيين في الشرق اتخذوا إجراءات لمساعدة الهجوم الروسي. من نقل معلومات عن تحركات القوات الأوكرانية وقوة التحصينات، الخونة يا إما عندهم دوافع أيديولوجية أو مالية. مجموعات المقاومة المدنية بدأت تصيد الخونة والمتسللين الروس بشكل منظم، مع زيادة أعمال أخذ القانون في الإيد في كل أنحاء البلد. في نهاية اليوم الثاني روسيا لسه بتتقدم في أماكن، بس الحرب ما مشيتش زي ما كانوا محتاجين. التقدم ناحية كييف بدأ يبطأ بسبب الزحمة ومشاكل الإمدادات، وحتى لما روسيا بتستعيد السيطرة على المطارات حوالين منطقة كييف لسه مش قادرة تستخدمهم بشكل ثابت كجسر جوي يدخل قوات ومعدات تقيلة. يعني فرصة الفوز السريع بتقفل مع دخول اليوم اللي جاي. روسيا عارفة أنها لازم تحل مشكلة كييف، يا إما تخلي مطار يشتغل، يا إما تحقق اختراق بري واضح حوالين العاصمة، وفي نفس الوقت تظبط الإمدادات بتاعتها عشان الأرتال ما تتوقفش وما تتهاجمش واحدة واحدة. وفي نفس الوقت أوكرانيا محتاجة تفضل قافلة الجسر الجوي وتستمر تضرب الوقود والشاحنات والقوافل اللي واقفة، وتتمسك بالمدن الرئيسية لحد ما التعزيزات والدعم الدولي يوصلوا ويتقووا الدفاع. اليوم الثالث، القوات الروسية اللي بتتحرك جنوب من بيلاروسيا بدأت تغرق في مستنقع. الطرق زحمة جدا بسبب سوء تنظيم المرور من القوات الروسية، وكمان فيه نقص في البنزين والأكل عشان العساكر بيبيعوا الحاجات دي. الاتنين دول وكمان وهم في بيلاروسيا بدأوا يأثروا على العمليات. أوكرانيا بتستخدم طيارات درون كبيرة ومسلحة أكتر وأكتر علشان تهاجم وتدمر عربيات روسية، في الوقت اللي الدفاعات الجوية الروسية لسه متخزنة في وضع النقل. هجمات الدرون بقت غير متوقعة أكتر وأكتر، وده تطور جديد في الحرب. الجيش الروسي ما كانش متوقع أنه يحصل بالحجم الكبير ده. علشان يواجهوا تهديد الدرون الكبيرة، روسيا كانت متوقعة تعتمد على نفس الأدوات اللي بتستخدمها علشان تمنع هجمات جوية أوكرانية كبيرة، زي التغطية بالطيران المقاتل والدفاعات الجوية الأرضية. لكن الدرونز بتطير على ارتفاع منخفض وببطء، وده بيخلي من الصعب اكتشافها بالرادارات الجوية. وكمان الطيارات المقاتلة الروسية بقت تلاقي المجال الجوي الأوكراني عدائي أكتر بسبب الدفاعات الجوية اللي ما تعرضتش للاستهداف. روسيا ما عندهاش قدرات مخصصة لتدمير دفاعات العدو الجوية زي اللي عند أمريكا، وبدل كده اعتمدت على الهجمات الصاروخية والقوات الخاصة علشان تحيد مخزون أوكرانيا الضخم من دفاعات الجو بتاعة الحرب الباردة. في حين إنه أمريكا بتستخدم دورة سريعة للصيد والتدمير عشان تدمر الرادارات ومنصات الإطلاق في دقائق، العقيدة الروسية أقل عدوانية، وغالباً بتكتفي بتعطيل أو تشويش الإشارات بشكل مؤقت بدل ما تدمرها فعلياً. لكن حركة أوكرانيا العالية مع سوء التخطيط من ناحية روسيا خلت الغالبية العظمى ينجو من الهجوم الأول، ودلوقتي تم تجميعهم من جديد وقفلوا مساحات أكبر وأكبر من المجال الجوي الأوكراني قدام الطيارات الروسية. وسط قوات الفضاء الجوي الروسية فيه تردد متزايد للطيران جوا الأراضي الأوكرانية بعمق. ولزيادة الطين بلة بالنسبة للهجوم على كييف، تم تدمير عدة كباري رئيسية على أيدي المدافعين الأوكرانيين. كان متوقع أن القوات الخاصة تستولي عليها بسرعة وتؤمنها، لكن القوات الخاصة الأوكرانية نفسها صعبت ده جدا إن ما كانش مستحيل في أغلب الحالات. القوات الخاصة الأوكرانية بتشن غارات مستمرة على قوافل الروس، وبتستخدم صواريخ مضادة للدبابات غربية بكفاءة عالية، وبعدين بيختفوا تاني في الريف.
في صباح اليوم الثالث تقريبا روسيا حاولت تفتح جسر جوي تاني لكييف عن طريق الهجوم على مدينة فاسيلكيف والمطار العسكري القريب منها. رغم نيران الدفاع الجوي الكثيفة، المظليين الروس قدروا ينزلوا بأعداد كبيرة خارج فاسيلكيف وبدأوا يتحركوا ناحية المطار. الروس انضم لهم عملاء نائمين كانوا مزروعين في المدينة قبل الحرب بشهور، لكنهم اصطدموا مباشرة باللواء الأربعين للطيران التكتيكي اللي كان في انتظارهم واضطروا ينسحبوا. المحاولة الثانية لإنشاء جسر جوي إلى كييف فشلت، وفي الآخر روسيا اضطرت تتخلى عن الخطة بالكامل. واضح دلوقتي إن الخطة اللي كانت مدتها 3 أيام لإسقاط نظام كييف فشلت، وده سبب إحراج كبير لروسيا قدام العالم اللي كانت في هجومها بتحاول توضح إن قدراتها زي قدرات الولايات المتحدة الأمريكية. القوات الروسية هاجمت بنجاح محطة الطاقة الكهرومائية في كييف، لكنهم خسروا كثيرا في المحاولة دي. حيفضلوا مسيطرين على المحطة لمدة 24 ساعة بس قبل ما يتم طردهم في اليوم اللي بعده. قوات العمليات الخاصة الأوكرانية حددت واستهدفت فرقة كاديروف اللي كانت مكلفة باغتيال الرئيس زيلينسكي. مجموعة منهم تصدوا لها وتم تدميرها في أطراف كييف. وفي نفس الوقت الطيارات بدون طيار رصدت تجمعين إضافيين لقوات الشيشان، قوات الحرس الوطني الأوكراني وقوات ألفا الخاصة. هاجموا التشكيلين دول وكبدوا الشيشانيين خسائر كبيرة واضطرهم للانسحاب. في الشرق القوات الروسية اعترفت أن الهجوم الخاطف على خاركيف مستحيل. الروس غيروا تكتيكهم وما بقوش يبعتوا مشاة خفيفة وقوات استطلاع في هجمات انتحارية عشان يفتحوا طرق للمدينة. بدل كده روسيا بدأت تنشر قواتها عشان تحاصر وتعزل المدينة، وفي نفس الوقت اعتمدت على تكتيكها التاريخي في قصف المدنيين جوه المدينة نفسها بالمدفعية بعيدة المدى. رغم كده أوكرانيا لسه مسيطرة بقوة على المدينة الاستراتيجية المهمة في منطقة دونباس. التقدم الروسي مستمر، لكن الانهيار المتوقع للجيش الأوكراني ما حصلش. خارج ماريوبول الهجوم الروسي بيزداد قوة. دلوقتي بقى واضح أن الاستيلاء على كييف بقى صعب جدا، والتركيز يتحول للسيطرة على ماريوبول كمركز صناعي كبير. ماريوبول لها أهمية استراتيجية وسياسية، لكن الأهم بالنسبة للمجهود الحربي الروسي هو القدرة على حفظ ماء الوجه من خلال الاستيلاء عليها. في 72 ساعة من القتال، النصر المتوقع اللي ذاع عالميا أنه هيحصل في 3 أيام واضح جدا أنه مش هيحصل. لو روسيا قدرت تستولي على ماريوبول، ده هيساعد البلد تحفظ ماء وجهها سياسيا. بنهاية اليوم الهجوم الروسي من الشمال الشرقي على بعد 19 ميل من وسط كييف، لكن حالته اللوجستية وقدرته القتالية بتسوء أكثر وأكثر بسبب التخطيط السيء والهجمات الأوكرانية المستمرة. المخططين الروس مضطرين يقبلوا أنه كييف مش هتقع في أي وقت قريب، وبيبدأوا يجهزوا لحملة برية تقليدية أكثر ضد المدينة. عندهم المعدات جاهزة، بس كل ده متعطل في زحمة مرور بتكبر يوم عن يوم، وهتبقى أسطورية في تاريخ الحروب الحديثة. وده فعلا ملخص اليوم الثالث. روسيا وصلت لمسافة قريبة من كييف، لكن لسه ما سيطرتش على كييف. حسابات الحرب الخاطفة راحت خلاص. الطرق كتير، البنزين قليل، الكمائن كتير، ومفيش جسر جوي آمن يعيد ضبط الوتيرة. فالحرب تحولت من سباق سريع لصراع طويل ومتعب. من هنا ورايح كل ميل ناحية العاصمة لازم يتدفع ثمنه. بالطريقة القديمة بتقدم بطيء، مدفعية تقيلة، ومنطق الحصار. وفي الوقت ده كل استراتيجية أوكرانيا بتبقى إنها تخلي الأرتال دي متعطلة، بتنزف ومتلخبطة لأطول فترة ممكنة، عشان المدافعين والدعم الخارجي اللي وراهم يقدروا يحولوا الوقت لسلاح. فين هينتهي كل ده؟ لحد وقت الفيديو ده بعد 4 سنين من البداية في 24 فبراير 2022 الإجابة لسه مش معروفة. شكرا على المشاهدة، وبفكركم ده قناتنا الجديدة اللي بنعمل فيها تحليلات معمقة عن اللي حصل فعلا في ساحة المعركة، سواء في روسيا وأوكرانيا أو غيرهم. لو عجبك المحتوى دوس لايك واشترك وسيب تعليق وقلنا إيه الصراع أو المعركة أو الحملة اللي حابب نغطيها المرة الجاية. أشوفكم في ساحة المعركة.